السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم الدكتور هشام الوصيف، استشاري العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة. هتكلم النهارده على موضوع مهم قوي وهو الافوره في الدايت. انا النهارده خدت القرار ان انا عايز اخس، بحرم نفسي من الاكل خالص، بفقد فيتامينات، بفقد معادن، بفقد بروتين، بفقد نشويات، بفقد حاجات الجسم محتاجها في سبيل ان انا اخس، وللاسف بنبتدي غلط. عشان كده بقول ابدأ صح هتختم معاك صح. لو ابتديت صح تحت إشراف طبي مدروس، بتاخد نظام غذائي منتظم بدون حرمان، فيه كل اللي انت عايزه، فيه كل الكيمياء الجسم محتاجها من فيتامينات ومعادن، بروتينات، نشويات، دهون، هتاخد احتياجك الكامل وصحتك هتكمل معاك للآخر، وهتوصل للوزن اللي انت عايزه سواء 10 20 30 كيلو. فبالتالي لما انت تحرم نفسك هتبتدي اول يوم صح، حارم نفسك من الاكل خالص، هتيجي اخر اليوم مش هتقدر تكمل وهتاكل غلط بالليل وجسمك هيبوظ وكل اللي انت عملته هيروح. ابدأ صح تختم صح، وبلاش الافوره في الدايت.